طبعا يا جماعة زي ما قلنا المشكلة في كارت الانفرتر. طبعا تم فحص الكارت. طبعا المشكلة فيه شورت جامد في الدايرة. نقدر نغير الكارت خالص، وازاي تتعلم تغير كارت الانفرتر. طبعا أنا معايا كارت تاني اهوت صيني، ده بتجيبه اونلاين. هنتعلم ازاي بتغيره. طبعا كارت الانفرتر يا جماعة بيتغذى ب 12 فولت اهوت. اتعلم ازاي تغير كارت الانفرتر، لان هو سهل جدا. عندنا 12 فولت كارت الانفرتر. لو قلنا بس الكاميرا في 12 فولت. في 12 فولت يا جماعة في الكارت الانفرتر. 12 فولت، 12 و12. في الاون اوف اللي هي الانيبل ده بيجيلك من كارت اللوجيك. اشارة بتجيلك من كارت اللوجيك عشان يشتغل مع كارت اللوجيك. بيحصل اون اوف من خلال كارت اللوجيك. كارت اللوجيك اللي هو ده كارت اللوجيك، بتيجي منه اشارة. تاني شيء عندك فيه الادجاست. الادجاست دوت يا جماعة اهو، ده الادجاست ده بتاع البرايتنس اللي هي الاضاءة. بيتحكم في درجة الاضاءة بتاعة الشاشة او التلفزيون، اللي هو ادجاست. وفي الجي ان دي، جي ان دي يعني جراوند، معناها جراوند. يبقى عندك 12 فولت، 12 و12. اون اوف، اشارة الاون اوف. والادجاست ده بتاع مسؤول عن الاضاءة. والاون اوف اللي هي اشارة التشغيل وتطفي وتشغل من خلال كارت اللوجيك. وده الادجاست ده بتاع اللي مسؤول عن الاضاءة. والجراوند. ازاي تعرف دولت على الدايرة وازاي توصلهم هنعرف دلوقتي. طبعا يا جماعة ال 12 فولت على الكارت ده واضحين. ال 12 والاون والاوف والادجاست والجي ان دي والجي ان دي واضحين معايا هنا على الكارت الجديد اللي انا هركبه. كويس. اما على الكارت القديم يا جماعة انت مش عارفهم، مش مكتوبين عندك. هو الكارت القديم انت لا عارفهم ولا مكتوبين عندك، فهتضطر تعمل ايه؟ هتضطر بالقياس تعرف. طبعا انت اول حاجة بتاخد الارضي اهو، بتأكد ان ده الارضي بتاع الجهاز. يعني لو وصلت كده على اي حاجة بيقيس معاك يعني، وكده هو ده ارضي بيقيس معاك. كويس كده، ده الارضي شغال. هنعرف ازاي الارضي بتاع ديت بتاع ده. الارضي لازم يدي معايا بازر اهو، يعدي على الرجول كلها مفيش. لازم تديك صفارة طويلة عشان تتأكد ان ده هنا صفارة كده، يبقى مش هو ده. خلاص يبقى الارضي هو دوت اللي هيركب جي ان دي. عايز اعرف ال 12 فولت. اي طرف فيهم 12 فولت بتعمل ايه؟ بتثبت الميتر بتاعك على فيوز البيكو، اللي هو ده فيوز البيكو. هو الدخل ال 12 بيخش على الفيوز. كل بوردة من الانفرتر عليها فيوز وعليها مكثف. تيجي تحط كده. طبعا عشان ماسك بالموبايل، انا بصور بالموبايل اهو. يعني مش عارف بصراحة اشتغل ازاي. طبعا عشان انا ماسك الموبايل يا جماعة فمعلش. يعني انا عرفت اللي هو دوت الاسود. هو ده اللي هنا، هو ده الطرف الاسود، هو ده ال 12. هنعرف ازاي. بتمشي الميتر بتاعك على الاطراف وتحط وتثبت هنا على فيوز البيكو. بيدي معاك صفارة. طالما معاك صفارة طويلة كده ده ال 12 فولت. وفي طرف تاني 12، تتأكد ان تحط كده على الطرف التاني، تغير وتركب. طلع اهو على فيوز البيكو اهو. اذا
اذا انت كده حددت ال 12 بتوعك اهو. ادي فيوز البيكو. لو ركبت هنا كده اهو، هنا هتلاقي كمان يبقى طرفين 12 فولت. وعندك طرف ارضي اللي هو ده دوت طرف ارضي. حط هنا هتلاقيه بيقيس مع الارضي اهو، بيقيس مع الارضي، وبيقيس هنا على بعد الجهاز بيقيس. وعندك الطرفين الاون والاوف والادجاست. طرفين الاون والاوف والادجاست. طرفين الاون والاوف اللي هم ده اللي هو البني والاخضر، دول الاون والاوف والادجاست. واحد فيهم اون اوف وواحد فيهم ادجاست. هتعرفهم ازاي هنقوله بعدين. طبعا يا جماعة خلاص احنا حددنا كده ال 12 فولت، الطرفين بتوع ال 12 فولت، وحددنا طرف الارضي. فاضل لنا طرف الانيبل والاون اوف. طب الاون اوف انت لو بصيت هنا هتلاقي مكتوب عندك في الدوت اهو انيبل، اهو مكتوب ادجاست، انيبل وادجاست. كويس. هنعمل ايه؟ انت لازم حتى لو انت اتعكسوا منك وانت شغال. طبعا خلاص انا حددت طبعا حطيت الجاك بتاعي اهو هنا. انا حددت طبعا خلاص، عرفت ال 12 وعرفت الارضي. عندي طرفين، هما الطرفين بتوع واحد فيهم لون اوف وواحد فيهم الادجاست. طب انا مش عارفهم، فانا بحط كده على الطرف واحد فيهم، وبمشي هنا اهوت على دوت، وبشوف هيدي معايا بازر، وبشغل بثبت الميتر بتاعك على البازر على وضع الصفارة، وشوف هنا امشي مع دولت اهو. ادي enable وادي adjust، اي واحد فيهم ده ال enable. لا adjust مفيش، enable فيه، adjust مفيش. بص اهو صفارة طويلة. صفارة طويلة معناه ان هو ده ال enable. يبقى ال enable لونه بني، يبقى البني ده هو ال enable اهو، هو ده ال enable. وال adjust لو بصينا على adjust هنغير، هنحطه في اللي جنبه اللي هو الأخضر. نيجي هنا هنشوف الادجاست معانا ايه ظروفه. هنا الادجاست ده الانيبل، خلاص الادجاست اهو ده الادجاست. يبقى انا حددت كده الانيبل والادجاست. طيب في نقطة مهمة، لو انا عكست الانيبل والادجاست، يعني انا حددت ال 12 خلاص والارضي وركبت، وانا بركب رحت عاكس الادجاست والانيبل، عكستهم مفيش مشاكل، مش هيحصل لك حاجة. بس لو من الشاشة هتشتغل وتطفي، اول ما تشتغل وتطفي اعكس التانيين، ارجع اعكسهم الادجاست والانيبل، الادجاست والانيبل. يا ريت الكلام يكون واضح. طبعا لو عكست ال 12 مع الارضي كده انت طيرت البوردة. انتبه للنقطة دي كويس اوي، انتبه للنقطة دي كويس اوي. لو عكست ال 12 والارضي انت كده طيرت البوردة. اما الانيبل والادجاست اللي هو الاون، الانيبل هو الاون والاوف، والادجاست لو اتعكسوا مفيش مشاكل، الشاشة هتشتغل وتطفي. اول ما تشتغل وتطفي اعكسهم، ارجع اعكسهم لو تشتغل معاك على طول ان شاء الله. خلي بالك من النقطة دي كويس اوي اوي اوي.